تليفون يبقى معاك شغل فويس اوفر وصناعه محتوى، ممكن تطلع منهم فلوس كمان من غير مايك ومن غير استوديو احترافي. بص، انا كنت لسه سائل ناس على جروب الفويس اوفر ايه هي اكتر المشاكل اللي بتواجهكوا كمعلقين صوتيين، ودي بعض المشاكل اللي ممكن هنتكلم عنها النهارده. عندنا استاذ دينا بتقول الهندسه الصوتيه هي اكتر حاجه محتاجه اتدرب عليها. تمام. عندنا استاذه فاطمه بتقول بيئه التسجيل والمايك نفسه، حليت مشكله بيئه التسجيل بس المايك لسه ماشي، بقيت بسجل كويس جدا. المايك التليفون مش بيطلع صوتي بنسبة 100%، اتمنى حل بجد بدون تكلفة جامدة. عندنا استاذة هبة بتقول عندي مشكلة في البيئة اللي بسجل فيها، مش بعرف اعزلها ازاي بطريقة سهلة وبسيطة مع ان مفيش دوشة يعتبر في الشارع. كويس. استاذ هيثم بيقول عندي صوت كهرباء استاتيكية في التسجيل سواء من التليفون او من المايك، حتى لو تقريبا هو جاب مايك بويا بس المشكلة لسه قائمة. هنا المفاجأة ان معلقين صوتيين كتير قوي بيستخدموا مايك التليفون، فده الموضوع الاساسي اللي هنتكلم عليه النهارده. ازاي تسجل بالتليفون، الموضوع كله ازاي بتستخدم الاداة ان كانت تليفون او مايك. ازاي حط المايك في مسافة انت نفسك تكون مرتاح، صوتك ونفسك طالع مرتاحين، يعني ما تحطوش على ترابيزة وتوطي فتطلع صوت انت هتبقى مخنوق ساعتها وانت بتسجل. دلوقتي هسجل من التليفون، هنقله على ادوبي اوديشن وتعالى نشوف الموضوع يبقى إيه. يلا بينا. اوكي، دلوقتي احنا سجلنا بمايك التليفون، هو اعلان صغير لشركة سبوتيفاي، تعالى نشوف نسمعه عامل ازاي. مش أي ميوزك، دي حالتك على سبوتيفاي، كل لحظة ليها أغنية. اضغط، اسمع، وعيش الجو. وحش جدا، ما اعتقدش ممكن اي حد شغال في الفويس اوفر ممكن يشتغل على ملف زي ده. اول حاجة هنعملها هنعمل كوبي للنسخة بتاعتنا عشان يكون في نسختين، نسخة تبقى قبل التعديل ونسخة تبقى بعد التعديل. اول حاجة هنعملها حاجة اسمها نويز ريدكشن. احنا بندوس على قائمة effects نويز ريدكشن capture نويز ريدكشن. ده خطوة كده قبل ازالة الخلفية، ده بنقول للسوفت وير دي النقطة اللي احنا محتاجين نشيلها. ندوس نحدد على الجزئية كلها effects نويز ريدكشن، هتفتح لنا القائمة دي. هنحاول على قد ما نقدر نخلي الاخضر والاصفر يكونوا متطابقين مع بعض. دوس ابلاي، دوس effects amplitude and compression normalize، هنخليها على -6 دي بي وندوس ابلاي. effects تاني amplitude and compression single band and compressor، نخلي threshold على -12 والريشيو على 4 وندوس ابلاي. filter and EQ على parametric equalizer. preset هنخليها loudness and maximizer ونضيف رقم 2. دي طبقات الصوت. عندك ال دي هو اللو ساوند او اللو فريكونسي، والهاي ده الهاي فريكونسي، ودي 2 نبدا دي تقريبا هي الميدل. بنبدا نحدد حته كده نسمعها عشان نشتغل عليها وندوس اللوب ونسمع. مش أي ميوزك، دي حالتك على سبوتيفاي، كل لحظة ليها أغنية. اضغط، اسمع، وعيش الجو. مقدرش اديك رقم هنا بعينه، كل واحد ليه طبقة صوت معينة وانت بودانك كده تبدأ تسمع وتبدأ تعدل في اللو والهاي. كويس، هنحدد النقطة كلها ندوس ابلاي. بعد كده نخش على قائمة effects تاني amplitude and compression، نخش على normalize نخليها -3 دي بي وندوس ابلاي ونبدأ نسمع. مش أي ميوزك، دي حالتك على سبوتيفاي، كل لحظة ليها أغنية. اضغط، اسمع، وعيش الجو. حلو جدا، نبدأ نسمع قبل التعديل عامل ازاي. مش أي ميوزك، دي حالتك على سبوتيفاي، كل لحظة ليها أغنية. فرق جامد جدا يعني. واو يعني. أي ميوزك، دي حالتك على سبوتيفاي، كل لحظة ليها أغنية. اضغط، اسمع، وعيش الجو. عيش الجو. نايس. خلاص اوكي، تعالى نمسح دي كلها وتعالى نضيف دلوقتي حته جماليه للساوند بتاعنا. كويس، دلوقتي بعد ما خدنا فايل الصوت بتاعنا وعملنا له بعض التعديلات، تعالى لما نعمل له ميكس ونحط له باك جراوند وشويه افكتات كده هيطلع بصوت اعلان ممكن ابعته لعميل ولا لا. تعالى نشوف. مش أي ميوزك، دي حالتك على سبوتيفاي، كل لحظة ليها أغنية. اضغط، اسمع، وعيش الجو.
وده كده كان فيديو سريع ازاي تشتغل بالتليفون وازاي تعدل على ملف صوتي انت مطلعه بمايك التليفون بدون ما تصرف فلوس كتيره في مايك. لو انت لسه في بدايه المحتوى وعاوز تجرب وخايف تاخد الريسك ان انت تجيب مايك غالي وما تقدرش تشتغل بيه. وطبعا مش لازم تستنى شغل يجيلك من الاول، تقدر تبدا محتوى صوتي زي قنوات كتير قوي مشهوره على اليوتيوب، اسئله نص الليل، حكاوي وغيرهم كتير اللي معتمده بشكل اساسي على الصوت. ممكن تعمل محتوى ستوري تيلينج، محتوى تحفيزي، ممكن تستخدم فيديوهات الاي اي وتبدا تعلق عليها، كل ده بمايك التليفون وبس فهمك للهندسه الصوتيه وازاي بتعدل عليها. وتقريبا احنا دلوقتي عملنا تجربه عمليه ازاي دلوقتي انا عملت اعلان تخيلي لشركه زي سبوتيفاي بالتليفون وطالع بجوده مقبوله جدا. الفكره بسيطه، ابدا باللي معاك دلوقتي وطور نفسك واحده واحده. معاكم محمد رفعت والسلام عليكم.